مساء الفل عليكم. انا جاي النهارده عشان اتكلم معاكم في شويه حاجات بسيطه كده. حاول على قد ما تقدر تستقل ماديا، حاول تعرف مصروفاتك وتسيطر عليها، حاول تعرف فلوسك بتروح فين وبتيجي منين، عشان التعامل مع الفلوس ديت مهاره مش كتير يعرفها. وعلى فكرة المهارة ديت بتاخد وقت كبير قوي عشان تتعلمها، وكل ما اتعلمت المهارة ديت في سن صغير كل ما هتبقى شاطر وعندك استقلالية مادية بعدين. بمناسبة الفلوس، ما تدورش على شغل بيجيب دخل عالي، دور على شغل بيديك خبرة ومهارة. ملوش سقف في الترقيات. حوش 10% من دخلك حتى لو هتدفنه كأنك ما قبضتوش. المبلغ اللي انت بتحوشه ده هيفيدك لو عاوزت تعمل مشروع لنفسك، او حتى حصلت لك كارثة، او حتى انت عايز تتجوز. ابعد عن اصحابك اللي بيحبوا قعدة القهوة، دول هيقضوا حياتهم كلام، حتى لما يبقى عندهم 30 و40 سنة هيفضلوا يتكلموا برضه، ويعيشوا حياتهم كلها يتكلموا ويحلموا مجرد احلام واماني، وبيعلقوا فشلهم على شماعة الظروف. صدقني الناس ديت بتعيش تعيسة وبتموت تعيسة. دور على صداقات ناجحة بتنجز أهدافها، وكلامهم عن المشاريع وعن المستقبل وحياتهم العملية والمادية في المستقبل هتبقى عاملة ازاي. خدها قاعدة: أصحابك بيغيروا إدراكك لمحيطك. كل ما نوعية أصحابك ديت زادت كل ما هيزيد نجاحك في حياتك. بص يا صاحبي، لو بتفكر تعمل مشروع اشتغل الأول عند حد عنده نفس المشروع بتاعك، حتى لو هتشتغل ببلاش. ده بيدي فرصة إن مشروعك ينجح. 98% من المشاريع الجديدة بتفشل بعد سنتين، بس انت ساعتها فرصك هتزيد وهتبقى من ال2% لو استحملت شوية تعب ومعافرة. اعرف ان الأول المشروع بيبقى معافرة وبعد كده بينجح، وإياك تستعجل النتائج. الشجرة يا صاحبي بتاخد وقت لغاية ما تطرح، زي السياسة المادية بالظبط. تحويشك ده بياخد سنين عشان يبان. اصبر وبعد كده حقق النتائج، وبعد كده استمتع بالفلوس. تجنب انك تحمل نفسك حاجات فوق طاقتك. خليك خفيف خفيف. مش مشكلة خالص لو انت عندك عربية قديمة اصرف عليها شوية، بس ما تستعجلش يا صاحبي وتشتري واحدة جديدة زيرو قسط وتصحي نفسك في قسط 10 او 12 سنة. ما تشاركش حد ما تعرفوش اقل من 3 او 6 سنين، وابعد عن قرايبك على قد ما تقدر. ما تفرحش بالحماس والابتسامة في الاول، مع الوقت هتكتشف ان هو واحد تاني خالص ممكن يرمي الشغل كله عليك ويوقع مشروعك ويخسرك كل فلوسك. قبل ما تشارك حد لازم تبقى عارفه على الأقل سنة كصديق. هتعرف تتكلم معاه ازاي لو اختلفتوا في المشروع. اصرف يا صاحبي على نفسك، ما تبقاش بخيل. دلع نفسك سفرية حلوة مع اصحابك كده، هات كل حاجة انت بتحبها، روق على نفسك، لانك كده ببساطة بتقول لعقلك الباطن ان المجهود والمعافرة اللي انا بعملهم دول هم اللي بيبسطوني. وهنا عقلك الباطن هيديك طاقة عشان تشتغل بيها تاني. البشر كائنات أنانية بطبعها، وديت للأسف فطرة فينا، واللي لقيته العكس يبقى هو شاذ القاعدة. فما تتعشمش بزيادة في حد، واربط دايما مصالحهم بمصالحك هتلاقيهم بيحبوك. ما تضيعش وقتك انك تكون علاقات. اقول لك تعمل ايه يا صاحبي؟ ضيع وقتك ده في انك تستثمر في نفسك. لما تعمل كده انت هتنجح. لما تطلب مساعدة وانت ناجح من حد هيديها لك بدون اي تردد، عشان عارف ان انت هتردها له في المستقبل. الناس بتحترم الشخص الناجح وبتحب تكون حواليه. قوتك يا صاحبي هي اللي هتنجحك في المستقبل. اقطع علاقتك فورا بأي حد بيحبطك من حلمك، لانك كده كده هتقطع علاقتك بيهم في المستقبل، بس وقتها هما اللي هيبعدوا عنك عشان انت بقيت فاشل وضعيف وما حققتش اي حاجة. فابعد عنهم من دلوقتي واشتغل على نفسك عشان تعرف توصل لحلمك. اياك تخاف من الاخطاء، ده اكتر سن يا صاحبي انت تغلط فيه عادي، وكمان تتعلم من اخطائك ديت. بعد كده تعرف تتجنب اخطائك ديت كلها. الانجليزي يا صاحبي لازم أن تكون لغتك التانية. 90% من الابحاث العلمية مكتوبة باللغة الانجليزية، و10% بس مكتوبين بكل لغات العالم. المحتوى العربي على الانترنت ما بيتعداش ال1%. الانجليش يا صاحبي هو مفتاحك للنجاح. اياك تتعامل مع الرفض على انه فشل. الرفض ده جزء من عملية نجاحك. ما تشربش مخدرات، ولو كنت جربتها يبقى بطل دلوقتي عشان هي هتدمر لك مستقبلك. افتكر ان كل المدمنين اللي في العالم بدأت معاهم بتجربة. في الاخر انا عايز اقولك على حاجة مهمة قوي: حاول على قد ما تقدر تقوي نفسك ماديا، عشان ده اللي هيسندك في المستقبل وهيخليك تعيش مبسوط ومرتاح. انا كده خلصت يا صاحبي، يلا سلام.